زبدة انه في صرصور. عندهم صرصور بعدهم. لا والله لا والله لا والله اني لا اخبط في بس الزنوبه. لا وخري يدي. والله اني والله اني متسوين. خلاص السواق بيجي. شوفوا. لا يما يا مدير. المشكلة اني اقول ما يداعيني ليه يهرب ويطلع كذا. ادري عنده ضعف النظر. وش الفال؟ لا حظ زين. لا انا ودينا خسينا. مش الله يعلم ما حاله. شلتني. انا خويتنا. ايش فيه؟ حبيبي عشان طخ اضرب. ايه انت ادعس. انت رجل انت. لحظه وش كذا شيء؟ نو انت سوي طخ كذا. ايوه هذا الحين كيف يشيل؟ هذا حي ما بميت. هذا صرصار. اعطي فاين شكله حسبت اعطي فاين. هذا صرصور هذا. هذا هنا تحت شوف. اوه شوف. الله. اوكي انت شيل فاين شيل. هذا بس واحد. ما لا انت يبغى زياده. كيف شكلي؟ أمورة صح؟ يا ربي ما يمديني أروح الصالون أسوي شعري. ما يمديني، عندي شغل غير كذا معزومة في الليل فما يمديني. حظنا أوفر. بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله أروح أسويها. لازم كل طلعة فيها العظيم لازم يحطون خطوة. إذا قالت يا عرب ربي جبال منها مع الريح الشمالية. إذا قالت جيتك يا عرب ربي ثلاثة اثنين واحد. زبدة انه في صرصور. عندهم صرصور بعدهم. لا والله لا والله لا والله اني لا اخبط في بس الزنوبه. لا وخري يدي. والله اني والله اني متسوين. خلاص السواق بيجي. شوفوا. لا يما جلدي يا مدير. المشكلة اني اقول ما يداعيني ليه يهرب ويطلع كذا. ادري عنده ضعف النظر. ادري وينه. رقنا سعرات حراريه. لا يا كلبة. شوف كيف ترميه تبخس عشان من بعيد. يهرب. تبخس من بعيد. تخيل لو تسكر الباب. وينه؟ شوفي الله يلعن والديه. قام مريح. قومي شوي. قومي انت. روحي واروح. تكفى انت قاعد السواق. طيب اوكي وقفي هنا. وكذا واحنا نراقب صرصور. وش الفال؟ لا حظ زين. لا مش الله يعلم ما حاله. شلتني. انا خويتنا. ايش فيه؟
كيف هذا؟ ها مدري انت ايش حبيبي عشان طخ اضرب. في كذا؟ ايه انت ادعس. انت رجل انت. لحظه شو كيف شيء؟ نو انت سوي طخ كذا. كذا؟ ايوه هذا الحين كيف يشيل؟ هذا حي ما في ميت. هذا؟ صرصار. اعطي فاين شكله حسبة اعطي فاين. هذا صرصور هذا. هذا هنا تحت شوف. اوه شو الله. اوكي انت شيل فاين شيل. هذا بس واحد؟ ما لا انت يبغى زياده. خلاص شيل فاين. هذا فاين. ادري انكم في نيو يير ومبسوطين وانا جالسه بالبيت فقاعده يعني شوي يعني افكر. مره جبت قطع من الرياض واجد العام لا على طول. انا صفت عند البيت قلت لها خلاص خذي الاغراض فوق بروح لامي اسلم عليها وبرجع. الزبده يوم طلعت فوق خذت الاغراض ورجعت. انا يوم رجعت جاء اليوم الثاني الثالث فادور القطع. يعني في عبايات وفي فساتين يجيكم في شو اسمه يا بنات حقت اللي تكون في زي الاسود زي الكفر فعليها التاج وزي كذا. هي تحسبنها اسعار. ففي قطع عليها التاج هنا حق الحسابات فتسحب التاج تفكه وتعلق القطعة والكروت رميتها. شلون اجيب حسابات الناس؟ يعني حرام اجيب حسابات الناس حرام. يعني بعضهم FR مثلا DH ما اعرف ايش حسابه. كيف اطلع في الانستغرام ما اعرف كيف حسابه ما ادري. ولا الواتساب متى يعني كيف اطلع اساسا رقمه. بعضهم بس شافوا اللوكيشن مكاني وجو يحطوا القطع ومشوا. بعضها هدايا. فودي انا من خاطري حتى اسوي دعم يعني انه يعني فكرت فيني وسوت لي قطعه فاسوي لها دعم. يعني انا ما راح اخسر شيء ترى كلها سناب ما راح اخسر شيء. صح انه في بعض المتاجر انا يعني اخذ منهم فلوس لما اشوف مثلا متجر معروف بس والله واحدة على قد حالها عندها 300 مدري 500 لا والله بدعمها ومن عيوني. قمت انا سويت صرت فيه كم قطعة لقيتها عندي في الدولاب عليها الاسم ولقيت تقريبا 3 كروت. لقيت 3 كروت في CRT. فقلت ايش؟ قلت ابغى القطعة يعني اللي على يعني زي اسم الكروت البراندات. ففي كم قطعة ما عليها تاج ما عليها اسم ما عليها. فما عرفت فخذيت رقم الحسابات وبنزل محادثات طبعا قبل شهرين تقريبا. خذيت رقم الحسابات ودخلت عليهم انستا قلت انه في قطعة جاية من عندكم من المتجر. ولا لقيت نفس يعني ما لقيت في حسابها يعني واحدة من القطع اللي عندي في الدولاب. فأرسل لها إنه وش القطعة اللي أرسلتي لي إياها وترسل لي القطعة وأروح أنا أرجع إيش أنزل مقطع وأحط عليه تاج وأنزله لها. أنا اللي أسعى ورا رزقهم أنا أسعى. فخلاص يعني أنزل لكم كمحادثة قبل شهرين أو شهر تقريبا أنه أنا أسعى أشوف الرزق على الله سبحانه. لكني أسعى أني أدعم الكل سواء هدية أو مو هدية. أنا أدعم الكل. وفي قطع واجد في بيتي باقي ما اندعمت. بعضها يبي لها تقصير بعضها وسيع مرة وكبيرة بعضها مو مقاسي فما أقدر ألبسها تطلع مبهذلة فلازم يبي لها تعديل وزي كذا. وبعضهم ألقى مقاطع لهم. هذه واحدة من محادثات واجد في أكثر من حساب. ففي بعضهم ألقى مثلا مقطع في التيك توك ألقى مقطع في الانستا وكذا. ولا يعني مثلا تكتب في الانستا ناس ذوق إنه حلو رهف أنا لابسة من قطعتي فأدخل عليها على طول
وأقول ميدا إنه أخيرا لقيت حسابك، لأنه القطعة ما عليها تاج، يعني التاج رامية العاملة، فأرجع مرة ثانية وأحط حسابها. وبعضهم الله يجزاه خير، يعني ما تقصر فيني بصراحة، يعني ما يقصرون فيني، سب وشتم ودعاوي ما يقصرون فيني. تعبت يا أخي، خلاص شكلي بوقف دعم، والله شكلي بدأ أوقف دعم. في محادثات واجد بنزلها لكم، بإمكاني يعني أقول ما راح أدعم، عرفتوا؟ لكن أنا عندي فكر إنه الله يرزقني ويرزق مني، يعني ما أحب أكل حالي، أحب الكل يترزق الله وأحب. ففي كذا محادثة برسلها لكم، إنه عبايات واجد ما عمري سويت يعني عباية أو فستان إلا ما شاء الله ضربت عندهم يعني طلبات وزي كذا، لأن قطعهم تستاهل وتجنن. وغير كذا لأني أنا أعلنت وعندي عدد يعني مرعب، فالقطع اللي أعرضها تجنن، وهم بعد يستاهلون وأسعارهم حلوة وزي كذا. فبنزل لكم كذا كم كومنت اليوم أسعدني. كوافاح لك عود والجمردونة لين يرمد ترابه، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا العود فاخر مثل العين من اليوم. اسحبي معي. شوف بوكس مع فخمة. الله ما شاء الله تبارك الله. اخذ هذه امانة بشممكم اياه. لا انتي شمتي الثانية، شمي. ايوه لمس، هذا هو. هذا هو. يا ربي ما بغيت. ايش فيه؟ يجنن، يهبل صدق، قسما بالله انه مو عشان انه قاعدين نوريهم او يمين بالله انه شيء من الاخر، شيء فخم. يجنن. اي والله شوفوا شفتوا كيف؟ ما شاء الله يعج، ما شاء الله تبارك الله. شفتوا كيف؟ هذا الاصلي اللي قالوا لك الاصلي. طبعا هذا عود مروكي محسن بيوت درجة أولى. طبعا سعر جودة من الآخر من الآخر. طبعا العرض الأول مقدم لكم جملة، الجملة ما تلاقون السعر هذا في المحلات الجملة أساسا بالنسبة لهذا النوع، فلذلك العرض جايبت لكم خصم 64%، وضبط لكم بوكس 5 وقيات في صندوق جميل ومغلف، وغير كذا شامل الشحن. هذا هو الصندوق. انت شايف الصندوق ذا الراهي؟ اي والله شايف. اتحداك تكسرينه. مستحيل، من اليوم انا احاول. ما شاء الله القطع كبيره، يبي لها الزراديه حقت العود، عرفتي؟ بس ما شاء الله تبارك الله شيء الراهي ويجمل. كانت تبغينا ضيافه، كانت تبغينا هديه. شوفين. اي والله. تخيلي كم سعره؟ كم تتوقعين؟ يعني العين شكله. كم سعره؟ كم سعره؟ هذا كله يعني بكم؟ ايه 900. سعره ب600 ريال. حلو تمام. ما المفروض اكثر على هالكميه. سعره ب600 ريال. اوكي. سوينا خصم بعد 64%. أيوه. كم صار؟ 299. قولي هذا كله لا 219. هذا كله ب200 و19. مرة شوي. هذا كله هذا كله 219. طبعا بتقولون ليش 219؟ ليش سعره كذا؟ أول شيء حنا آخر السنة نسوي تصفيات، السعر
لازم يكسر الدنيا، فعشان كذا سوينا خصم قوي عشان نصفي. يعني يقدر اساسا لو تقسمون 219 على 5 كم يطلع لكم؟ طبعا عود بيور كم يطلع لك؟ 43 تقريبا، 43 ريال. اوكي اي 43 ريال، يعني انت كسبانة في الاخير. شكلي بتاجر فيه، عندهم كميات اكثر. يقدر التاجر ياخذ، يقدر يشتري التاجر من بعد والله فكرة ما بشينا نجرب. التاجر والمستهلك. بعدين ثقة صراحة قد ما أنا مرة واثقة فيه. ويقدر يستفيد ويقدر يبيع التاجر، يقدر ياخذ كميات بالجملة ويبيع. حلو والله، مرة يجنن قسما بالله. وعود بيور رب البيت اتحداك. شوفي ضمان سنة، نرجع لك فلوسك ضمان سنة. شوفي عاد يعج طالعي ها، ما بعرف ترقت حتى العودة. ما أنا أي كلام، وربنا يا كلام يا عود صح ولا بلا. أبيكم تاخذونه وتقولون أشهد بالله أنه راح عليها عود، ما بعلن العود إلا صح. أبي تقولون راح عندها عود كذا، يعني أنا يا أني بأعلن شيء يجمل ولا بلاها. لا والله العود بيكسر الدنيا والسعر مكسر الدنيا، فهذه فرصة عشان آخر السنة. يا شيخ الضمان لحاله سنة كاملة، سنة كاملة ضمان، وفوق هذا يقدر المستهلك ويقدر التاجر يشتري ويبيعها ويقدر يهديها. يعني السعر مو طبيعي، وفرنا كمية ترى كبيرة تسع للكل، كبيرة طبعا. وغير كذا نهاية العرض راح يكون في سحب على جوالين ايفون مقدمة مني، ما شاء الله مدلعتهم عدل، ومن العود الفاخر ما شاء الله. وبسوي السحب على سناب. متى؟